مساء الخير عليكم. كيدير لاباس عليكم؟ وجدت واحد الطبق صحي 100% يعجب الوليدات اللي ما كياكلوش الخضر، ويعجبكم حتى نتوما لان هذه وجبه متكامله ديال العشاء. يعني نحيدوا علينا شويه ديال الطاجين والكوكوط، يعني هانت وجبه متكامله مع الدجاج والخضار والمكرونه، وجبه صحيه 100%. يعني وديال تحميره الوجه. اجي ندوزو لطريقه وجد سهله وبسيطه، يعني كاع هادشي عندنا في الدار. يعني علاش اللي ما نوجدوش هاد الطبق هذا؟ يلا بسم الله ندوزو للطريقه ديال هاد الطبق هذا. يلا بسم الله. اول حاجه غادا نديروها، غادا نشدو الخص، غادا نغسلوه. اول حاجه غنديروها غادا نرش عليه الخل ونخليه بما تسلقات المكرونه ديالتنا وصفيتها. عاد غادا نشلو نديرو حتى هو يتسقطر، عاد نكملو الوصفه ديالنا. الخل ضروري ديروه في الخص لان كتدخل له الحشرات، نتوما راكم عارفين. كذلك عندي قطعه ديال الصدر ديال الدجاج، كذلك حتى هي درتها في الماء وضيف عليها الخل وغنتركها حتى هي 10 دقائق بحال الخص. يعني الدجاج ضروري من كتجيبوه يا اما كتضيفوا عليه الخل يا اما الحامض ضروري، وتخلوه 10 دقائق في داك الماء اللي فيه الحامض او الخل، ونصفيه ونشلوه. عاد نكملوا يعني تكمل الوصفه ديالك. كنديروا الماء يطيب يعني يغلى على البوطه. من يغلى لينا الماء كنضيفوا عليه تقريبا معلقه ديال الزيت، شفتوا؟ وكذلك نضيفوا المكرونه. كل واحد يضيف المكرونه اللي كتعجبو، يعني الشكل اللي كيعجبو. صافي، وغادا نحركوه واحد شويه ونتركو على النار حتى نحس بها طابت. المكرونه راه ما كتبغيش طيب بزاف، يعني ما خاصها تكون باقا واقفه شاده الشكل ديالها. الا فاتت الشكل ديالها يعني كتخسر المنظر ديالها، فهمتوا؟ يعني تخلوها شاده الشكل ديالها. صافي، ودابا غنتركها على النار حتى طيب ونطفي عليها ونترك ونخوي عليها الماء بارد باش تبرد، باش تهبط لينا داك النشا اللي فيها، ونخليها تسقطر. ومن تبرد نكملوا الوصفه ديالنا ان شاء الله. معليش راه البخار ديال الماء طيب، معليش سمحوا لي. بعد ما تسلقات كيف قلت لكم كنصفيوها وكنضيفوا عليها الماء بارد باش كينزل لينا داك النشا اللي فيها. والان غنخليها تسقطر كيف شفتوا، غنخليها تسقطر حتى تبرد، عاد نشتغلوا بها ان شاء الله. بعد ما وضعنا الدجاج في الماء في الخل، غنقطعها شرائح وتركته 10 دقائق. وبعدين انا صفيته وشللته وضعته هنا في المقلاة، ضفت عليه الابزار وقليل من الملح والزبده. اللي عنده زيت زيتون يكون افضل. والان انا غادا نشحر وغنصوطيه في المقلاة. غادا نضيف غندير واحد النسمه ديال الزعتر. عرفتوا الزعتر مع الدجاج كيجي روعه، كيجي فن فن فن، كتكون المذاق ديالو فن. حتى ملي كتكونوا كطيبوا ولا هذا كتشحروا فيه ولا كتشرملوا الدجاج مع الاعشاب، راه كيجي غزال وكيجي زوين. ضيفوا هاد هانتوما راه زعتر ضروري تضيفوا، راه كيجي النسمه فيها الدجاج هذا كتجي غزال. بعد ما شحرت صوتيت وشحرت هاد الدجاج هذا كيف غتقولوا لي نتوما، هاد الزبده اللي بقات هنا وهاد المرق اللي بقات هنا ديال الدجاج والزبده، غادي نصوطي فيه هاد شويه الفلفله خضراء راني مقطعاها. شوفوا راني مقطعاها رقيقه، شوفوا راها رقيقه. وغنصوطيها. ما لقيتش عند الخضار فلفله حمراء، راه كنضيف انا فلفله خضراء وفلفله حمراء، لقيت غير فلفله خضراء صافي اكتفيت بها. غنشحرها واحد شويه، واحد 3 دقائق صافي، غير نطيح واحد شويه تبقى شاده راسها صافي، وغنطفي على البوطه. بعد ما شحرت الفلفله في داك المرق ديال الدجاج، بعد ما شحرتها ضفتها هنا، لان انا ما غاداش نضيف لا مايونيز لا زيت زيتون حتى حاجه. هذاك المرق هو باش غادا نخلط. كذلك راني ضفت الجزر محكوك، شفتوا محكوك قطع طويله، هانتوما قطع طويله ها هما. جزر اخضر يعني غير نجرته وغسلته وحكيته في الحكاكه اللي عيونها كبار. كذلك غادا نضيف الدجاج، شفتوا هاد الدجاج عندنا. كذلك الخص
كنصور وحدي كنقطع، ضروري كنقطع. خليت واحد السيده حطيت واحد الفيديو تقول لي علاش نتيا يا كتقطعي في الفيديو، واختي راه كنصور انا غير بوحدي، راه كنصور بشوي بشوي. والان غادا نضيف شريت علبه ديال الذره، ها هي غادا نضيفها. شوفوا الناس اشنو كيلاحظوا علاش انا كنقطع الفيديو، ما يلاحظوش يقولوا لك الله يعطيك الصحه، شكرا لك اختي، الله يوفقك، الله يعاونك. شفتوا الناس اشنو كيديروا؟ صافي كنخلط غير بهذاك المرق اللي قلت لكم ديال الدجاج واللي مسوطيت فيه الفلفل. لو كان ما لقيتش خساره ما لقيتش فلفله حمراء، ولكن ماشي مشكل. شوفوا راه كاين الالوان، كاين الاحمر، كاين الاخضر، كاين الاصفر، كاين الابيض، كاينه انا ايه غتجي هاد الوصفه هاد الوجبه هادي خاصه العشاء، هادي ديال العشاء يعني وجبه كامله. يلا صافي. ودابا الان غادا نحطها في طبق التقديم. بعد ما حطيته في طبق التقديم، شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي الالوان غزاله. شوفوا شحال من لون، الذره، الجزر، يعني شوفوا ما شاء الله. الدجاج يعني غادي تعجبكم، غيعجبكم بزاف، وكنتمنى تجربوها. يعني ديال تحميره الوجه، يعني وجبه متكامله. يعني هذا طبق ديال العشاء او غدا، يعني تاكليه من غير خبز. يلا نتمنى يوصلكم في هذا الفيديو، تكونوا في احسن حال يا ربي. واللي ما دارش لي اشتراك يدير لي اشتراك، الله يجازيكم بخير. كنوجد لكم الحاجه زوينه بحالكم. يلا وشكرا لكم ومع السلامه.